تعالى لي يا مدير يا محبط انت. هو انت محبط ليه؟ اصل انا عملت شغل كتير جدا وبذلت مجهود ووقت وفي الاخر مديري ما قاليش حتى شكرا. اوكي فهمتك، بس على فكرة احساس الاحباط اللي انت حاسس بيه ده انت السبب فيه، لان انا متأكدة ان انت لو عملت اي حاجة في البيت بره الشغل وبرضه محدش قدرك او قالك شكرا هتحس برضه بالاحباط. طب ليه؟ لان انت سقف التوقعات عندك عالي، فلما بتعمل حاجه انت بتبقى متوقع من اللي قدامك ان يقول لك شكرا يقدرك، ولما ده ما بيحصلش انت بتحبط. طب نعمل ايه؟ اعمل حاجتين. اول حاجه كل يوم الصبح انوي ان انا بشتغل او بعمل اي حاجه كويسه للناس بنيه الاخلاص والاحسان في العمل، لان انا بشتغل وببذل مجهود ووقت سواء في حياتي الخاصه او حياتي العمليه علشان هو ده اللي يليق بيا. تاني حاجه ما تتوقعش اي حاجه من حد غير من الله عز وجل، هو بس الاكيد اللي هيكافئك ويقدرك على الشغل اللي انت عملته. فمن النهارده ركز مع نيتك وفكر نفسك دايما ان انا مفيش توقعات، وانصحك ان انت تقرا كتاب آلية السماح بالرحيل لديفيد هاوكنز، هيساعدك قوي في موضوع التخلي من التوقعات ده. وابقى قول لي اخبار الاحباط ايه.